تخيل معايا صديقي انك تكون عيل فاشل في كل حاجة حرفيا، لا دراسة نافع فيها ولا رياضة ولا حتى محبوب وسط البنات ومقضيها، بس تجيلك فرصة انك تعيش مع 3 بنات امزز من بعض في نفس البيت، بس في شرط لازم تنجح فيه والا هتترمي في الشارع. تخيلت؟ تعال بقى اما اقول لك حكاية يوبن المحظوظة اللي هيعيش الحلم بتاعك ده عزيزي المشاهد. بس قبل ما نبدأ انت عارف بقى، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، علشان انا متأكد اللي هتشوفه في الفيديو ده مش هتشوفه عند اي حد في اليوتيوب كله. ومن غير كلام كتير يلا بينا نشوف ايه الحكاية. بيبدأ الانمي مع يو هو ممسوح بيه الارض حرفيا من المدرب بتاعه، وبيقول له قوم يا اللي ربنا يفضحك، ايه اللي بتعمله ده؟ بقى انت ابن ممثله مشهوره؟ فيقول الله يخرب بيت الممثله المشهوره يا شيخ، انا وشي ورم من كتر الضرب. الواد كل لما يقوم يلاقي البوكس جاي له من حيث لا يعلم ملحسه تراب القاعه، وكل لما يحاول يهاجم يبقى حنين قوي بايده الصغننه دي، لدرجه ان المدرب جاب اخره خلاص وقال وربنا ما هو خارج من هنا حي. بس فجاه وقبل ما يضربه جت بنت نينجا كده وخبطت المدرب رجل طيارته، وكان معاها بنتين كمان كده. العيال كلهم اتصدموا لما شافوهم، هم دول ملكات المدرسه زي ما بيقولوا والاوائل في اي حاجه دايما. البنت النينجا دي بقى اسمها كينو، وتعتبر بلطجيه المدرسه ومحدش بيقدر عليها. اما البنت ام شعر اخضر دي بقى فهي ميو، بطله العالم في لعبه اسمها الشوجو، وما تسالنيش ايه اللعبه دي. واخيرا المزه البنفسجي دي اسمها كازوكي، اشهر ممثله مسرح في المدرسه، والعيال كلها هيموتوا على تذكره من عروضها ومش لاقيين. صاحبنا العبيط بقى كان واقع على الارض وشه امه وارم قد كده من الضرب، وبيقول لهم اهلا وسهلا. هو طبعا مش فاهم هي ليه العيال دي منبهرين كده بيهم، اصله لسه ناقل جديد للمدرسه. فكازوكي قربت منه وقالت له واحد جديد وفاشل زي اللي قبله، واحنا اللي كنا فاكرين اننا هنستفيد منك. اسمع يالا، انت مالكش مكان في المدرسه دي، المشرحه مش ناقصه قتله. فقال لهم انا اصلا مش عايز اقعد فيها ثانيه والله، اسمحوا لي بقى هروح للمدير علشان يرفدني ومش هتشوفوا وشي هنا تاني. فميكو قالت له لا استنى يا حلو، علشان لسه عندك فقره نظافه، انا عايزه القاعه دي تبرق وترجع جديده. فقال لها ليه، هو انا اللي وسختها؟ وبعدين ده انا اكلت ضرب فيها لحد ما شبعت، هنضفها كمان؟ قالت له هتنضفها والا هنضفك انت بيها. فالواد قال حسبي الله على المفتري بس، واضطر يقعد ينضف فيها فعلا. وفي اخر اليوم مشي وسابهم، حتى هم كانوا مصدومين، هو الواد ده فاشل في كل حاجه الا النظافه ولا ايه يا عزيزي المشاهد؟ المهم احنا عايزين نعرف هو مين الواد يو ده وايه حكايته. الواد ده بقى صديقي امه كانت ممثله مشهوره قوي في البلد، علشان كده وافقوا عليه في المدرسه بتاعت العيال الاغنياء دي، وقالوا اكيد هيطلع موهوب زي امه. لكن زي ما انت شايف كده، لا فالح في الرياضه ولا في التمثيل ولا حتى ينفع يصحح الكتب، فاشل في كل حاجه الا النظافه، تحس ان مساحه واقفه بتكلمك. الحوار ده بقى كان عامل للواد ده عقده نفسيه يا عيني، علشان الناس كلها متوقعين منه انه يبقى مشهور زي امه من صغره، وهم بيقولوا له يا ريتها كانت خلفت كيس شيبسي على الاقل كانت اكلته، مش زيك يا فاشل. وعندهم حق يا عزيزي المشاهد، لان امه كانت نجمه جيلها واللي صورها في كل حته، وطبعا حياه زي دي مش هتبقى فايقه فيها لحد حتى ابنها. فالواد بقى اهبل زي ما احنا شايفين كده، واقل حاجه بتخليه يقعد على جنب يعيط. المهم دلوقتي انه كان رايح يعيش في بيت كده بتاع رجل اعمال مشهور اسمه ميكا، ولما دخل قال هو ده بقى يا وديع، ايه البيت الجامد ده؟ قابل يا حلو الجامد بقى. مره واحده لقى حاجه بتجري ناحيته وبتقول له حرام يا جدعان. فالواد قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انصرف يخرب بيتك. وبيبص لقاها كينو اللي لسه مهزقاه الصبح في المدرسه، لسه هيشرح لها هو بيعمل ايه هنا. راحت هي طالعه له وقالت له والله لو اوريكي يا ابن الحراميه، انت لا عرفت البيت ده منين؟ ولسه رايحه تجيب موبايلها علشان تبلغ عنه، راحت متزحلقه ووقعت على الارض. فالواد قال لها احسن ادي اخره اللي يجي عليا، خدي يا وليه انت الفوطه بتاعتك دي ويلا من هنا بدل ما يجيلك برد ويقولوا انا السبب. فالبت كانت مصدومه من البجاحه اللي هو فيها ده، ولا اكنه صاحب البيت. في نفس الوقت باقي البنات اللي كانوا في المدرسه جم هم كمان، والوضع بقى مسخره. وقبل ما كل واحده تشوف هي عايزه انهي جزء فيه علشان ناويين يقطعوه، جات له مكالمه من ميكا صاحب البيت بيساله انت وصلت ولا لا؟ فقال له يا عم وصلت، بس هو البيت ده مسكون ولا ايه؟ انا لسه داخل لقيت 3 بتوع كده مش عارف مين دول. فقال له يبقى انت قابلت بناتي ال3، انا نسيت اقول لك امبارح وعرفوا عليهم واحده واحده. فقال له يا عم عارفهم، ها ايه تاني؟ فقال له بقول لك ايه، انت امك كانت عزيزه عليا علشان كده وافقت انك تعيش معاهم، فعايزك تاخد بالك منهم وما تقلقش هم طيبين جدا. فالواد قال له واضح انهم طيبين فعلا، ده انا وش لسه ما بريتش من الضرب اللي اخدته بسببهم. طبعا كل ده كان كوم، وانه هيعيش معاهم هنا كوم تاني. اخدوا الموبايل بسرعه علشان
يشوفوا ابوهم بيهزر ده ولا ايه، لكن كان هو قفل الخط وهرب. فمسكوا صاحبنا وقالوا له يا تنطق دلوقتي يا اما هنجلدك، يلا اتكلم، انت عرفت ابونا منين واشمعنى البيت ده اللي عايز تعيش فيه؟ فقال لهم يا جدعان وحياتكم ما كنت اعرف انكم عايشين هنا ولا انكم عيال ميكا. فكازوكي قالت لهم والعمل دلوقتي؟ انا من رايي نخليه وهو يسلينا ما دام ابوكم اللي بعته هنا. فقالوا لها خلاص ماشي خليه، بس المشكله انه عيل فاشل مفيش حاجه بيفهم فيها. فيو قال لهم لا في حاجات بعرف اعملها، يعني مثلا بيتكم المعفن واللي ريحته واصله اخر الشارع ده ممكن انضفه. فكينو قالت لهم شفتوا خليتوا الواد الفاشل ده يتكلم علينا، مين فيكم كان عليها غسيل الاطباق النهارده بقى؟ قالوا لها اطباق يا بت انت دي بقى لها سنه على كده، انت هتعملوهم علينا؟ كل ده ويو سايبهم يتخانقوا مع بعض وعمال هو ينظف ويعصب فيهم. عرف طبعا انهم مقسمين الشغل على بعض، فالحيوان بقى بيروح عند كل واحده ويقول ايه ده الاطباق دي مين كسرها يا اولاد؟ فكلهم يتخانقوا مع كازوكي لان هي السبب. هو يقول لهم الله طب والغسيل اللي مش نضيف ده؟ فكلهم يقولوا ميو اللي ما غسلتهوش وسايباه كده بقاله شهر، اكدبي بقى يا معفنه وقولي حاجه غير كده. فميو قالت لها لا والله مش ده كله بسبب لبسك الغالي اللي بتخافي عليه من الغساله الكحيانه بتاعتنا. وحرفيا فضلوا على كده لحد ما نفسهم اتقطع من الخناق. ولما سكتوا كده قالوا استنوا، مش الواد ده بقى قاعد هنا خلاص معانا غصب عننا هو اللي يعمل الشغل ده كله؟ فقال لهم ايوه ما ده اللي حصل. وبيبصوا لقوا البيت بيبرق اكتر من اطباق الصيني. معقوله الواد الفاشل ده عمل كل حاجه واحنا واقفين مش واخدين بالنا؟ لا بقى ده يبقى خطر علينا كده، اعملوا اجتماع بسرعه. وفعلا الثلاثه وقفوا يتكلموا هيعملوا ايه، لان الواد شكله عنده موهبه في حاجه وده ما ينفعش معاهم لان هم بس اللي موهوبين. فكينو قالت لهم بقول لكم ايه سيبوهولي انا هديله كام حركه كاراتيه اجيب له ارتجاج، ولما ابونا يسال قولوا له وقعت عليه زهريه ولا حاجه. قالوا لها بس يا مجرمه انت هتودينا في داهيه. وقالوا له بص يلا يا ابو شعر احمر مستفز انت هتعيش معانا هنا تكنس وتمسح وما تورينيش وشك نهائي. فيو قال لهم ياه ده كرم كبير قوي موافق طبعا، وطلع جري على اوضته قبل ما غيروا رايهم. تاني يوم كان صاحي في امان الله لقى البيت بيتهز حرفيا، فقال استر يا رب ايه حصل زلزال في اول يوم ليا؟ ده انا بركه على الاخر. نزل بسرعه يشوف في ايه، لقى كينو المجنونه ماسكه كيس الملاكمه ونازله فيه ضرب صحه الشارع كله. المصيبه بقى مش هنا، البنت كانت كاتبه اسم صاحبنا العبيط على كيس الملاكمه. فالواد حرفيا قلبه وقع في رجليه وتخيل نفسه تحت ايدها، بس جري بسرعه على ميو قال لها الحقي بسرعه اختك شكلها اتجننت، اتصلوا على مستشفى الامراض العقليه. قالت له امشي يالا من هنا بدل ما اروح فيك في داهيه انا خسرانه. فقال اعوذ بالله هي دي المفروض بشريه زينا كده بوشها ده؟ مين في البيت ده عاقل يا جدعان؟ هي مفيش غير كازوكي. راح بسرعه قال لها شوفي اخواتك شكل كلب عضهم وبقوا مسروعين. فكازوكي قالت له لا عادي ده الروتين الصباحي بتاعهم، مش انت بتصحى تغسل وشك واسنانك هم بيصحوا يكسروا في البيت، هتتعود ما تقلقش. المهم عايزاك زي الكلب البوليسي كده في البيت اوعى حد يدخل ولا يخرج. قال لها ما تقلقيش بس عايز اعرف انتوا رايحين فين كده؟ قالت له عندنا تمرين في المجالات بتاعتنا. قال لها ماشي بس مش المفروض تتجمعوا كلكم وتفطروا مع بعض؟ فالبت بصت له بصه ولا كأنه شتمها بامها، لدرجه ان الواد خاف وقال لها معلش خلاص انا يا عم هروح اعمل فطار لنفسي وماليش دعوه بالمجانين دول. وفعلا الواد كان واقف مكتئب من حظه، يعني هو يوم ما يلاقي ناس يعيش معاهم يا جدعان بعد ما كان عايش لوحده طول عمره يطلعوا المهابيش دول. وافتكر كل مره كان بيحاول يقعد مع امه او يفطروا مع بعض زي اي عيله طبيعيه، لكن للاسف شغلها كان واخد كل وقتها. يلا بقى يا عم يو ما تزعلش نفسك. وفعلا صاحبنا عمل احلى فطار على حساب ولاد الاغنياء دول وقعد يفطر زي الباشا. البت ميكو شافته وقالت له انت هلا جبت الاكل ده منين؟ فقال لها عملته من الحاجات اللي في التلاجة. فالبت كانت هتموت وتقعد تاكل معاه لكنها قالت مستحيل، على اخر الزمن اكل مع فاشل زيك كده؟ ده اكيد منتهي الصلاحيه. فيو قال لها عندك حق والله، حتى ثواني هدوق كده الله على طعم الحاجه وهي بايظه كده تصدقي احلى من الطازه. وفضل يعاند فيها لحد ما البت جابت اخرها وقالت له انها اصلا ما ينفعش تاكل الاكل ده علشان يعني ما تتخنش وكده وتبقى بكابوزه. فيو قال يا لهوي طلعت من بتوع السعرات الحراريه وهتقول لنا اتمرنوا وتطلع عنا. وعلشان يخلص منها قال لها الحق الساعه كام هتتاخري؟ فكلهم طلعوا يجروا علشان يجهزوا وقالوا له زي ما قلنا لك يلا خلي بالك من البيت. فيو خرج وراهم بسرعه وقال لهم استنوا مش ناسين حاجه؟ ففضلوا يدوروا وقالوا ناسين ايه يا عم انت اخلص؟ قال لهم نسيتوا الوداع خلوا بالكم من نفسكم. فقالوا له وحياة طنط الوداع؟ قال لي الوداع يلا خش جوه بدل ما نرتكب جنايه دلوقتي. وفضلوا طول الطريق يشتموا فيه ويقولوا الوداع طلع لنا منين ده بس يا ربي. لكن الغريب انه الاول مره كانوا حاسين بحاجه غريبه لما هو قال لهم كده ووشهم بقى طماطم حرفيا، اللي هو الله ما الاهتمام طلع حلو يا جدعان، امال ما حدش بيهتم بينا ليه؟ صاحبنا بقى على الجانب الاخر كان بيشتم فيهم برضه لكن علشان خايف لا يوصل معاهم زي ما وصل مع امه، لدرجه انه ما كانش بيعرف حتى يتكلم معاها. وقال لنفسه مش هم فاكرين نفسهم عباقرة بقى وفاهمين في كل حاجه؟ انا هخليهم ينسوا كل ده ويعيشوا معانا
على الكوكب. في نفس الوقت لقى ميكا بيرن عليه علشان يسأله عمل ايه معاهم، فقال له يا باشا انا عايزك تطمن خالص، بناتك دول ملايكة نازلين من السما. فقال له يا سلام، عموما انا كنت بعرفك ان لسه الدراسة بادئة وهم دلوقتي بالهم رايق، لكن لما الدراسة تشد والضغوطات تزيد عليهم حرفيا هيوروكوا النجوم في عز الظهر، وادي دقني لو عرفت تنام ساعتين. فيو حرفيا كان ده الرياكشن بتاعه، وقال له هو في اكتر من كده؟ يعني هم دلوقتي بالهم رايق؟ قال له ايوه. فيو قال له خلاص مشيني من هنا، انا راجل صاحب مرض ما اقدرش على العيال دي. فقال له لا يا يو اجمد كده، انا معتمد عليك، انت يا ابني اللي هتقدر تساعدهم، واليابان مش هتنسلك التضحية الكبيرة دي. يلا بقى عايز حاجة ربنا معاك، ويا ريت ما تتصلش عليا تاني. فيو قال لنفسه انا ليه حاسس ان اتورطت وهيطلع عين امي في البيت ده؟ لا يا اسطى انت مش حاسس، لا انت اتاكد فعلا من ناحيه هيطلع عينك، فانت لسه ما شفتش حاجه. بس بقول لك يا عزيزي المشاهد الاوتاكو ابو الجدعان، انت يعني بالله عليك مش صعبان عليك الواد يو المسكين ده؟ ايوه سامعك وانت بتقول لي اعمل له ايه يعني. يا اسطى تعالى انا وانت نشوف هو مطلوب منه ايه ونساعده. تعالى بس هقول لك، يعني مثلا البنات دول كل واحده فيهم عندها اختبار مهم في مجالها. عندك كازوكي بتستعد لدور صعب اول مره تعمل زيه، ولو فشلت سمعتها هتبقى في الارض وسط جمهورها. ميكو المجنونه بقى عندها نهائي بطوله الكاراتيه ولازم تتمرن. صحيح الواد يو عارف انها لو مسكت ديناصور حرفيا ممكن تقتله، لكن برضه لازم تتمرن والا هتاكل على عينها. واخيرا ميو عندها برضه ماتش شوجو مهم، وزي ما قلت لك ما تسالنيش هي ايه اللعبه دي علشان انا ما اعرفش ومش هبحث عنها. المهم يا صديقي هي دي الحاجات اللي بتواجه العيال المجانين دول، ولو يو عرف يساعدهم ينجحوا فيهم ابوهم حرفيا هيكتب له نص البيت ويجوزوا واحده منهم، وبص ممكن يتبناه، يعني هيروق عليه على الاخر. انا بهزر طبعا عزيزي المشاهد، ده قال له انت لو عرفت تخليهم يضحكوا في وشك تبقى عملت معجزه، اسمع مني انا ابوهم وعارفهم. فيو قفل معاه وقال ايه وجع القلب ده بس يا ربي. وبعدين ثواني، هم محتاجين مساعدتي في ايه دول؟ اعمل ايه يعني؟ طلع بعدها ينشر الغسيل زي اي ست بيت شاطره، وبالمره يفكر في حاجه يبدا بيها. قال لنفسه انا عارف ان العيال العباقره دول بيبقوا شايفين نفسهم، لكن افرض انا كان وش فقر عليهم ويوم ما دخلت حياتهم فشلوا، اكيد هيطلعوا عين انا والناس كلها هتقول ابن الممثله الفاشل هو السبب. لا وحياه امك منك ليه ما هيحصل، هو ايه مفيش الا انا ولا ايه؟ طلع بسرعه على السوبر ماركت جاب كل اللي هم محتاجينه وقال والله ما هسيبهم غير لما نتغدى مع بعض النهارده. وفعلا ميكو لما رجعت لقيته واقف في المطبخ عامل لي فيها الشيف شربيني وبيقول لها خدي دوقي. فقالت له يلا من هنا العب غيرها، انا مستحيل اكل حاجه من اللي انت عاملها دي. البت اصلا دمها نشف لما دخلت شافته علشان كانت ناسيه انه موجود، ولما ميو جت قالت لها تعالي يا اختي شوفي براك التركي اللي احنا جايبينه. قال ايه واقف بيعمل الغدا علشان ناكل مع بعض. فميو قالت له يا ابني تعالى ما تتعبش نفسك، اللي في دماغك ده مش هيحصل، دي اخر مره ميكو اكلت فيها من ايد حد كانت من 100 سنه مثلا. فميكو قالت لها ايه يا وليه انت شايفانا عايشه من قرون ولا ايه 100 سنه دي؟ ودخلت اوضتها وقالت والله ولا هاكل ولا هشرب معاكم. ومش عارف فضلت تاكل في حته بطاطسايه دي ولا مش عارف ايه اللي في ايدها ده، وخلاص على كده. ولما خرجت لقيت الدنيا هاديه فشكت ان في حاجه لسه نازله لا بيها ولا عليها، لقيت السفره عليها من كل ما لذ وطاب، وهوب راح يوم ماسكها وقال لها ايه يا حلوه جيتي ولا الهوا اللي رماكي؟ جعانه طبعا بعد التمرين وعصافير بطنك بتزقزق، ولو ما اكلتيش هيغمى عليكي، شفتي بقى انك هتلف تلفي وترجعي الحضن يو؟ فالبت اترعبت وقالت له خلاص يلا فهمت هسمع الكلام. فالواد وقع على الارض وقال لها الحمد لله، كنت هروح فيها لو كان الاكل اترمى بعد التعب ده كله، ده انا بعملهولك من الصبح. فميكو قالت لنفسها بجد يعني هو عمل كل ده ليا؟ شكله كده طلع غلبان مش زي ما انا كنت فاكره. وقالت له هدوق بس مش هكتر، انا اصلا اكلت فوق بس علشان انت ما تزعلش يعني. وفعلا نزلت ضرب في الاكل ولا كأن بقالها اسبوع صايمه. يا جدعان هو زي ما الواد يو بيفكر كده، كأنك مربي قطه واحده واحده بتفك وبتسمع الكلام. المهم ان القطه التانيه كانت شايفه كل ده من بعيد وصوت بطنها واصل لحد هنا عندي، وبقول لك ايه ما عندهاش دم، راحت قعدت على طول هي لسه هتتخانق. ويلا ايه رايك عزيزي المشاهد؟ قلت لك اصبر على الواد يو ده، اهم قعد الاتنين زي ما كان مخطط وكل حاجه زي الفل، فاضل بس الحيوان ام شعر بنفسجي كان بيفكر لها في خطه يوقعها بيها. وفعلا هي اول ما وصلت وشافتهم كده قالت هي دي نهايه العالم ولا ايه؟ من امتى العيال دي بياكلوا مع بعض كده زي الناس الطبيعيه؟ ومره واحده لقى يو جاي من وراها بيقول لها الحقي بشرتك حرفيا ما تنفعش تكون بشره ممثله، انت شكلك كده مش بتهتم باكلك كويس، جربي كده الطبق اللي مليان فيتامين ده هيخليكي اجمل واحده في العالم. فالبت كازوكي كانت خلاص هتضعف، لكن رجعت قالت له لا يا ابو دماغ حمرا مش هتعرف توقعني، انت فاكرني زي ميكو ام كرش دي ولا ايه؟ فقالت لها انا بكرش يا ام 44، هات يلا الطبق بتاعها ده انا هاكله كله. فقال لها لا ما انت كده هتبقي بكرش فعلا يا ميكو اهدي شويه. فقالت له خلاص هس يا كلب انت اخرس ما تقولش كده بصوت عالي. المهم يو راح بعدها للمدرسه وكل تفكيره كان في البت كازوكي الخنزيره اللي رفضت تاكل
اكل معاهم امبارح. فقال لنفسه ما دام الاكل ما جابش معاها نتيجه لازم اشوف حل تاني، مش هسيبها. صحي تاني يوم عمل لها فطار مخصوص ليها، لكن هي برضه مشيت ولا كانها شايفاه. لا ده انت رخمه بقى ابو شكلك. راح وراها المدرسه لقاها عايشه في دور الممثل المشهور ولا كأنها النجم رمضان مبروك ابو العالمين حموده بذات نفسه. فراح قدام جمهورها كده وقال لها انا بحاول معاكي من امبارح وانت برضه مش راضيه تسمعي كلامي. فالعيال حرفيا وشهم قلب الوان ودماغهم راحت لحته تانية خالص. البت قالت له يا غبي غور من هنا هتفضحني، لما نرجع البيت هنتكلم. فالعيال قالوا لها بيت؟ انت عايشه مع الواد ده في بيت واحد ولا ايه يا فنانه؟ ده فاشل ابعدي عنه. فكازوكي حرفيا كانت هتموت من الغيظ وقالت له اصبر بس لما امسكك. هو بقى لما لقى دماغها جزمه كده قال انا لازم اشوف حد يساعدني. راح يشوف ميكو فين ولقاها واقفه مع العيال زمايلها في النادي وبتقول لهم على كام حاجه يعملوها. فقال يا سلام هي دي شخصيه قياديه كده ينفع اعتمد عليها. لسه بيقول لها ميكو لو سمحتي كنت عايز، لقاها طلعت نار وعفاريت من كل حته فاخد ديله في اسنانه وجري على بره. يا ابن العبيطه مش دي اللي تطلب منها حاجه، دي اصلا مش طايقاه من اخر مره قال عليها بكرش بصوت عالي. فقال الحل دلوقتي في ميو وعلى الله توافق. في الوقت ده كانت هي قاعده لوحدها في الفصل بتلعب على الموبايل، وشفنا ان بالرغم انها مشهوره في المدرسه لكن ما عندهاش اي اصحاب، وده الطبيعي يا صديقي. هم كده العيال الدحيحه دول بيبقوا عايشين في ميه البطيخ لوحدهم. ولما يو جه ولقاها كده قال لها ايه رايك نروح نتغدى مع بعض وعلى حسابي يا ستي؟ فقالت له ولا العب بعيد من هنا مش عايز اروح في حته. وفضلوا يجروا ورا بعض في المدرسه كلها وهي عماله تقول له امشي يا لزقه انت في ايه. وفي الاخر لقيناهم واقعين على الارض مش قادرين ياخدوا نفسهم. ضحك وربنا العيال المخبله دي. ميو بقى كانت مخنوقه منه وقالت له اخلص عايز ايه بطل رغي. فقال لها استني نسيت قصدي لا افتكرت كنا عايزين نتغدى مع بعض وفي موضوع كده هكلمك فيه. فميو فضلت تضحك على هطله وقالت له يلا قول خلصني. ولما عرفت بموضوع كازوكي قالت له بص هي لما كان عندها 3 سنين كانت بتطلب اكله كده بس محدش كان بيعرف هي ايه، علشان كانت على طول بتوطي صوتها وبتتخانق معانا لو حد سأل، وبنسبه كبيره هي دي اللي هتخليها مبسوطه. فيقال في نفسه يا بنت الايه ام دماغ زلطه انت فاكره كل ده انتوا كنتوا اطفال وقتها. بس ثواني ايه النيله دي؟ هعرف منين يعني الاكله بتاعت كازوكي هانم وهي صغيره؟ ولما رجع البيت قال اكيد الاكله دي امها اللي كانت بتعملها لها. فممكن الاقي اي تلميح هنا ولا هناك. وبيبص وراه لقاها جايه ولسه هيتكلم معاها لقاها وقعت على الارض وشكلها كده تعبانه. فبسرعه نقلوها لاوضتها وقالوا حد يجيب حمار الاسعاف يا ابني. لكن هي فاقت زي القرده بس كانت حرارتها ممكن تقلع عليها بيض ويستوي. وعلشان هي بتكره العلاج فضلوا يتخانقوا معاها علشان تاخد الدواء وتاكل، لكن هي كرشتهم بره. فقالوا له شكل الاكل بتاعك مش عاجبها يا اسطى روح اعمل لها غيره. فيروح بسرعه وغيره ودخل عليها وش كده من غير استئذان وقال لها هتاكلي يعني هتاكلي. كازوكي اتعصبت عليه ولسه هتقوم له راحت هوب واخده اول طياره نازله على الارض بوشها. فيو قومها وقال لها انا عارف انك تعبانه في التدريب للدور الجديد، ايه رايك بقى لو اكلتي همثل معاكي؟ انت ناسيه ان انا ابن الممثله ايسي المشهوره؟ فقالت له يا سلام كان القرد نفع نفسه. قال لها طب ثواني بس انت مثلتي اول مره وانت عندك كام سنه؟ قالت له 6. قال لها انا بقى مثلت وانا عندي 2 سنين. فكازوكي اتفاجئت وقالت لنفسها حتى لو كان فاشل فاكيد ممكن يساعد. واتفاجئت تاني لما لقيته حفظ دور من الادوار اللي معاها وقال لها يلا نمثل. لكن ما اتفاجئتش تالت بقى لان تمثيله حرفيا كان عامل زي فردة الشراب القديمه، لدرجه ان البت قالت له اطلع بره يا فاشل ما اشوفش وشك هنا تاني. وهو عمال يقول لها بالله عليك اديني فرصتي، لكن لقى نفسه مرمي بره الاوضه والبت مش طايقه تسمع صوته. تاني يوم راح حاول معاها برضه لكن من غير فايده، كل لما يلمح وشها في البيت يعمل فيها واقف على مسرح وبيمثل، وزي كل يوم ما بياخدش دقيقه ويلاقي نفسه قدام الباب بره. تقريبا ده بقى مكانه المفضل. يا ابني ابعد عنها بقى. البت كانت عايزه تقول له ارحم ام العيانه شوف لك حد غيري، وفضلت تسب وتلعن وتقول كازوكي اللي الكل بيحكي ويتحكى عن شطارتها الواد الفاشل ده عايزها تتدرب معاه. بس برضه كانت شايله هم الدور وخايفه تفشل وكل ده يروح منها. نزلت بعدها تشوف اي دواء تاخده علشان كده مش هينفع، واتفاجئت بيو قاعد قدام التلفزيون وبيراجع النص اللي اخده منها. فضلت تراقبه من بعيد وقالت هو كل يوم على كده مع انه تعبان في البيت طول النهار وعنده مدرسه كمان، بس فاشل برضه هعمل ايه يعني. لكن لاول مره حست انه مجتهد شويه مش زي ما هي كانت بتقول عليه. وكالعاده تاني يوم لقيته جاي يرزع على الباب علشان عايزها تختبره، والمره دي مرضيتش تزعله وكملت تمثيل معاه. حتى هو قال يا فرج الله انا نجحت ولا ايه، واتفتح في العياط. يا بركه دعاك يا امي تعالي شوفيني وانا باخد اوسكار في التمثيل. فكازوكا قالت له يا ابن العبيطه هو المفروض مين يساعد مين يالا. فقال لها معلش غصب عني انا اول مره انجح في حاجه. فهي ضحكت اخيرا وعرفته انها هتاكل من الاكل اللي هو بيعمله علشان يرتاح، بس الاول عندها شرط. قال لها طبعا اتفضلي. بيبص لقى وشها قلب طماطم كده وبتقول له ما تحطش على الاكل جزر ولا فلفل
فلفل ولا بتنجان ولا اي خضار. فالواد قال لها نعم، يعني كل الهم ده علشان انت مش بتحب الخضار؟ يا قلبي على شغل الاطفال ده، وانا اللي كنت بقول عليك كبيره وعاقله. فقالت له ولا عارف لو قلت الكلام ده لحد هقطع لك لسانك، هخليك تمشي كده تشاور وتقول طيب ثواني بس يا كازوكي، لو انت عرفتي تسكتي الواد ده هتعملي ايه في الباقيين؟ العيال اول ما نزلوا لقاها قاعده كده معاهم، لا وبتاكل كمان. ميكو حرفيا قالت لهم حد يجيب لي ورقه اكتب وصيتي بسرعه، ايه الدنيا هتنتهي ولا ايه؟ وعلشان يو يعصبها اكتر قال لها على فكره انا بشرت الجزر لقطع صغيره وحطيتهولك في الاكل برضه. فالبت حرفيا كانت هترجع وعايزه تقوم تجيبه من وشه، لكن اضطرت تسكت للباقيين ياخدوا بالهم. ومن الناحيه التانيه فبطلنا دماغه كانت عاليه علشان عرف يسيطر عليهم وخلاهم يسمعوا الكلام. المهم قبل ما يمشوا سالهم هترجعوا امتى النهارده؟ فكل واحده قالت له على حاجه هتتاخر بسببها، فمع نفسك انت بقى يا عسليه. فالواد قال في نفسه يا دي النيله، كل لما احاول اجمعهم مع بعض حاجه تيجي وتشغلهم، بس يلا بقى انا اصلا متعود على كده. دخل شغل له فيلم من بتوع امه وقعد يتفرج عليه وهو بيسح دموع على اخره. الواد غلبان والله يا جدعان، عمال يتفرج على امه بتمثل ان عندها عيله وحياتها جميله وكده، وفي الواقع البومه كانت بتسيبه بين 4 حيطان يكلم في نفسه لحد ما الواد طلع متوحد كده. والنكته بقى انه مطلوب منه يخلي ذئاب الجبل دول عيله زي اللي بيشوفهم في التلفزيون، ده خيال علمي حرفيا. المهم بعد شويه ذئاب الجبل وصلوا ولاحظوا انه عمال يعيط، فقالوا هو ماله ده؟ كازوكي شافت انه بيتفرج على امه فزعلت عليه وحست انه مفتقدها، وقالت له اسمع ياض يا احمر، انت احنا عارفين انك وحيد وكحيان كده وملكش حد، مقطوع من شجره يعني، علشان كده مش عايزينك تتعب نفسك في كل حاجه، في الاخر احنا عايشين كلنا في بيت واحد زي بعض. يعني والله يا كازوكي مش عارف اقول لك ايه، هزقت الواد وقلت له كلمتين حلوين في نفس الجمله، بس يلا مش مشكله. المهم دلوقتي هل العبيط ده هيستغل الموقف ويريح نفسه شويه؟ اكيد لا طبعا، ما انتوا عارفين. قام زعلان قوي وقال لهم لا انا بعمل كل حاجه هنا وانا مبسوط، وكمان مش زعلان ان ماليش اهل ولا حاجه. ومن الاخر يعني هو عايز يكمل خدام في البيت ده وعلى قلبه زي العسل. معلش اصل الكرامه دي مش ببلاش يا جدعان، استمر يا ابني والله. حتى العيال نفسهم كانوا متفاجئين من غبائه، لكن كل ده بقى كان كوم، واللي جاي ده كان كوم تاني خالص عزيزي المشاهد. الواد قال لهم ايه بقى، انا عايز اعمل معاكم عيله كبيره. في نفس اللحظه اللي الفيلم اللي على التلفزيون جاب مشهد فرح والممثل بيقول انهم هيعملوا عيله سعيده مع بعض. ايه الحقيقه امك بتتجوز في الفيلم؟ ويلا قابل بقى يا يو المجاري اللي هتنفجر في وشك دلوقتي. العيال طبعا وصل لهم فكره انه عايز يتجوزهم زي الفيلم كده، كل واحده تخيلت نفسها في فستان الفرح وقالوا لا مستحيل، على اخر الزمن هنتجوز الفاشل ده. كمان ميكو لقيته بينادي عليها فقالت له مين انا عندي اتجوز وحيد القرن وانت لا، فانسى. فيو قال لها لا انا عايز اعرف انت عندك كام سنه علشان اشوف مين فينا اكبر. يا حمار انتوا اصلا قد بعض، بس هم في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ العيال طبعا كانوا جابوا اخرهم منه وقالوا له ولا انسى كل الكلام اللي قلناه من شويه، انت مجرد عيل فاشل عايش معانا غصب عننا، يلا بقى والله يا دي يا يو انت تستاهل علشان كلامك العبيط ده. المهم هم سابوه مشيوا ورجع هو تاني للمطبخ، لكن بسبب ان دماغه مشغوله فنسي يجيب العيش النهارده، وطلعوا لقوه بيعيط تاني. فقالوا لا بقى ده احنا فتحناها حضانه، انت لا عمال تصرخ علشان كده. ميو جت هي كمان بس شافت ميكو واقفه تتكلم معاه ووشها احمر، فقالت معقوله يكون اقنعها تتجوزه؟ فميكو فضلت تصرخ زي العرسه وقالت لها خلاص يا حيوانه. شويه ولقوه جاي يقول لي ميو انا طبقت الغسيل مكانك، ولسه بيديهولها راح ماسك ايدها، فالتانيه زي ما تكون حطت ايدها في النار راحت راميه الغسيل على الارض وقالت له انزل لمه تاني بقى، والاتنين وشهم بقى طماطم زي بعض. المشكله ان شكلهم مفضوح قوي انهم معجبين بيه بس بيحوروا. المهم ميكو كانت عايزه تهرب من الاحراج ده وقالت لهم انا ماشيه ماليش دعوه بيكم. حتى ميو هي كمان معجبه بيه، فميو قالت لها نعم استني يعني ايه معجبه بيه هي كمان؟ معنى كده انك معجبه بيه برضه؟ الله، طب ما تقولي حلو انت بتاع الكاراتيه واحنا نجوزهولك. فميكو قلبها كان هيقف وقال لها بطلت حوري الكلام، وفضلوا يتخانقوا. وعلشان الحفله تكمل كازوكي هي كمان كانت نازله ولقيت يوبي يقول لها تساعده في كام حاجه كده، هوب لقى وشها احمر برضه اول ما لقيته مقرب منها، والتلاته نزلوا ضرب في بعض على مين فيهم معجب بيه بس مخبي. كل ده وسبب المشاكل كلها اصلا ولا على باله وعايش في تلاجة. فقالوا له والله لا نطلع عينك، وقاموا قلبين المكان كله مزبله زي ما هم متعودين، وقالوا له يلا نظف بقى يا حلو. فالعبيط فضل واقف يلم في الزباله وقال هقول ايه، ما انا عايش مع بهايم. وبالصدفه شاف صوره ليهم وهم صغيرين مع بعض وكانوا بيضحكوا اهو عادي، امال دلوقتي نزل عليهم غضب ربنا ليه؟ المهم هو كان عايز يعرف هي مين فيهم اللي نسيتها هنا، لكن لما سالهم كلهم قالوا له امشي يلا من هنا. فقال اكيد واحده فيهم بتكذب وخايفه تقول انها كانت معاها، بس على مين؟ هفضل وراهم لحد ما اعرف. تاني يوم كان لسه هيقول لهم الصوره اللي لقيتها امبارح، لقاهم بيصدموه وبيقولوا له انهم مسافرين
مهمين وهيجوا اخر الاسبوع. فالواد وقف متنح اللي هو خلاص كلكم بقيتوا مهمين مره واحده كده. راح المدرسه وقعد يفكر هم ممكن يكونوا رايحين فين دول، وعرف من موقع المدرسه الفعاليات اللي عند كل واحده منهم في المجال بتاعها، ومن حظه طلعوا كلهم قريبين من بعض. قال انا عندي فكره بقى كده بس ربنا يستر وتنجح. ولما رجع البيت لقاهم عمالين يدوروا على فندق، فقال لهم استنوا انا حجزت لكم، وادى لكل واحده العنوان بتاعها. فقالوا يو بقى هنرجع تاني لاكل المطاعم الرخم، الحكايه مش ناقصه وجع بطن. فيول بارد استغل الفرصه وقال لهم للدرجه دي مش قادرين تستغنوا عني؟ قالوا له مين جاب سيرتك انت يالا مدغور من هنا. المهم انهم سافروا فعلا، وشوفنا البت ميو في البطوله بتاعتها وعرفت تكسب اول منافس بسهوله. وهي راجعه للفندق شافت اعلان لمهرجان بيتعمل في المدينه دي، كانت بتروحوا زمان مع اخواتها وهم صغيرين، لكنها ضحكت وكملت في طريقها. المصيبه بقى لما وصلت الفندق لقت البت كازوكي هي كمان هناك، وقال يعني لما تلبس نظاره مش هنعرفها. وقبل ما يمسكوا في بعض لقوا الهبله الثالثه هي كمان جايه وبتقول لهم اهلا انتوا بتعملوا هنا اللي تتشلوا. قعدوا يسالوا هي كل واحده فيهم بطولتها فين، واتصدموا ان كلهم في نفس المنطقه. وكل ده بقى مين اللي كان مخطط له؟ ابو شعر احمر زي الطماطمايه، واللي اتصدموا انه واقف وراهم وهو اللي جمعهم هنا. والله حظه انه واقف وسط الناس، والا كانوا سمعوه احلى شتايم. قال ايه هو عامل كل ده علشان يجمعهم مع بعض زي زمان وهم صغيرين؟ قال يعني هو شاف حد فيهم قبل كده الكذاب. المهم دلوقتي سالوه طب احنا جينا هنا واتجمعنا اهو، انت بقى بتهبب ايه هنا يا كلب البحر؟ فيشاور لهم على الاعلان بتاع المهرجان وقال لهم ما اقدرش افوته كل سنه. في الواقع هو اول مره يسمع عنه اصلا، ولا كل سنه بيجي ولا حاجه، لكن بالصدفه عرف ان هو نفسه اللي كانوا فيه وهم صغيرين. فقال اشغل دماغي. حتى هم اول ما عرفوا انه هيتعمل في المدينه دي فضلوا ساكتين شويه كده، لكن افتكروا انهم مشغولين بكره فمش هيعرفوا يروحوا غبائه. قال لهم كنت متاكد انكم هتقولوا كده. طلع لهم مجله مشهوره في المهرجان ده فيها صور ناس مهمه حضروه، وقال لهم انهم اول ما حضروه بس من اول يوم نجحوا في اي حاجه كانوا بيتمنوها. يا سلام على الهري والفتي وشغل الثلاث ورقات اللي انت بتعمله يا يو، اي كلام وخلاص، المهم يخلوهم يصدقوا. ييجوا بقى علشان حظ، ييجوا علشان اكل، المهم ييجوا. وفعلا خطته العبيطه نجحت وقالوا له ماشي، بس دلوقتي عايزين لبس جديد بدل ده علشان مش هينفع. فيو قال لهم سهله، واخدهم لمحل كده بيبيع اللبس التقليدي بتاع المهرجان، وخلاهم امزز بنات هناك. حتى ميكو القفل لبست زيهم وتحولت من جاموسه لعروسه، وخلت الموجودين كلهم يقفوا فاتحين بقهم من الصدمه. كانت احلى واحده فيهم كلهم. امال كان فاضل لك شويه ويطلع لك دقن والاقيكي ماسكه سجاره ليه يا ميكو؟ ما انت مز اهو. المهم اصحابنا راحوا المهرجان فعلا وكانوا مبسوطين زي زمان. والله مش وقت معجبينك هنا يا حاجه كازوكي، خلصي ما تقرفناش بقى. البت يا اخويا بقت معروفه في كل حته، ولما تدخل المكان تلاقي الناس ملمومين حواليها. كل ده ويو واقف يشتمها في سره لانه عايزها تبقى مع اخواتها. لكن الغريب بقى انه كان واضح عليها انها متضايقه من حاجه، خصوصا انهم قالوا لها خليكي مع معجبينك بقى واحنا رايحين نلعب مع نفسنا. في الوقت ده كانت هي بتتكلم مع بنت منهم، وفجاه لقيت اللي بيسحبها ورا الشجر. اول ما لقيته يو قالت له انت بتعمل ايه هنا يا غبي؟ كنت هاكل ورق الشجر نفسه. قال لها لا استني، خلي ورق الشجر لما نروح، خدي بقى كل ده. واتفاجئت انه اشترى لها اكل من المهرجان، لكن هي قالت له لا مش عايزه، انت كل مره بتحسسني ان هم على بطني وبتضحك عليا بكده. فقال لها طب لو قلت لك انا عارف ايه اللي مضايقك من اول اليوم. وعرفها انه شاف رجلها متعوره من الكعب اللي هي لابساه ده، ومره واحده راح ماسك رجلها عادي جدا وحط لها مرهم كده بيعالج الحوار ده. وسالها انت ليه ما قلتش لحد؟ فقالت له انت اهبل يالا، عايزني اقول له قدام جمهوري اني مش قادره اقف على رجلي؟ يا اختي اللي يشوفك وانت بتقولي جمهوري يحس انك انجلينا جولي ولا حاجه. صاحبنا طبعا اخدها على قد عقلها علشان ترضى يعالجها، وقال لها يا ستي كل ممثل مشهور بيبقى معاه مساعدين، وربنا يسامحني على الكذب ده. هو طبعا ما قالهاش كده في وشها يا صاحبي، ولا كانت بلعته. في نفس الوقت ده كان باقي العيال عمالين يلعبوا ولقوهم جايين يلعبوا معاهم. كمان كازوكي كانت لبست قناع كده شكله امه يرعب، بس علشان محدش يعرف انها هنا. المهم يو سابهم يهبلوا مع بعض، وقال انا لازم اركز انا جاي المهرجان ليه اصلا. لو فاكرين الصوره اللي كان شافها ليهم كان فيها جايزه كده، وعرف ان الجايزه دي بتاخدها لو عديت البحيره ووصلت للنهايه من غير ما تقع. فيو فعل وضع الضفدعه وقال يلا بينا انا اللي هكسبها. ومش محتاج اقول لك يا صديقي ايه اللي حصل، انت عارف لسه بيحط رجله راح هوب واخد غطس في الميه، يطلع تاني ويجري بسرعه واهو هيقرب يوم وي نزل في الميه تاني لحد ما شكله بقى عامل زي الفار المبلول، لدرجه ان الناس كلها مشيت والدنيا قربت تمطر، وده لسه بيحاول. لكن علشان لكل مجتهد النصيب يا اسطى، فالواد يو اخيرا عرف يفهم يدوس فين بالظبط وعرف يوصل للنهايه، وبكده يكون صاحبنا المتدهول على عينه وفاز بالجايزه فعلا. لكن قال لهم ثواني هروح انده لحد كده واجي علشان نتصور كلنا. راح فعلا يدور على البنات، لكن اتصدم ان المهرجان ما فيهوش قطه حتى معديه. المعلم نسي خالص ان الدنيا عماله
تمطر على اخرها واكيد الناس هتمشي يا ابو العريف. فقال هي كده يعني، طب اهو، وراح نزل على الارض وقال يلا بقى. طبعا قلبها دراما وقعد يقول انا ليه بيحصل معايا كده، وانا خلاص عايز ابقى من اي فصيله تانية غير البشر علشان زهقت. لكن بيفتح عينه لقى البنات موجودين ومرضيوش يمشوا من غيره، بس طبعا ناويين يفحروا في الارض كده ويدفنوه مكانه. انت كنت فين يا اللي ربنا يسخطك قرد؟ فقال لهم استنوا بس، سيبوكوا من كل ده، هو انتوا ليه ما مشيتوش وسبتوني؟ فقالوا له يا سلام، هو احنا ما عندناش قلب للدرجه دي؟ احنا جينا 4 وهنرجع 4، يلا قوم بقى علشان الجو زي وشك بالظبط. فالواد يعتذر لهم على كل التعب ده، بس كان مبسوط انهم كانوا فاكرينه. هم بقى على الناحيه التانيه كانوا بيتخانقوا مين فيهم هتاخده تحت المظله بتاعتها، وما لقوش حل غير حجره ورقه مقص، واللي كسبت هي ميكو. وما تسالنيش يا صديقي ازاي هم مش طايقينه وفي نفس الوقت بيتخانقوا عليه، هو كده عنده خلاص على ابن المحظوظه ده. لا بقول لك ايه، ولسه الحظ هيلعب معاه كمان. اول ما وصلوا الفندق قالوا له انت يا عم المعفن روح استحمى بقى ولا شوف هتعمل ايه. فضحك لهم ضحكه عبيطه كده وقال لهم اصل انا نسيت احجز اوضه في الفندق. نعم يا عينيا، امال كنت ناوي تبات فين بالظبط؟ عمل فيها مسكين طبعا وقال خلاص انا هروح انام تحت في الشارع بقى واللي يحصل يحصل يعني. لكن هم قالوا له استنى مش هينفع، وخلوه ياخد مرتبه وينام على الارض في اوضتهم. مش بقول لك ابن محظوظه اقطع دراعي من هنا لو ما كانش هو اللي قاصد ما يحجزش اوضه علشان يبقى معاهم. وطبعا كل واحده علشان ما يطلعش شكلها هي اللي عايزاه قعدت تقول حجه شكل، اللي هو اعتبروه حيوان مشرد يا جماعه ولمناه من الشوارع. لكن علشان الاوضه ضيقه وما تاخدش 4 كان يبن المحظوظه لما يجي يتكلم مع واحده منهم يبقى لازق فيها كده. فقالوا له لا كده مش هينفع، وبعدين هننام ازاي والواد الرخم ده هنا؟ حرفيا فضلوا طول الليل صاحيين ومش عارفين يناموا بسببه، وهو على الجانب الاخر رايح في النوم ولا في دماغه. يا جدعان خايفين من ايه؟ ده هبل. وبرضه علشان مش عايزين يعترفوا انهم معجبين بالواد عمالين يقولوا اي حاجه وخلاص. قال يعني في واحده فيهم فاكره البطوله اللي عندها بكره باللي هم عاملينه النهارده ده. واخر ما زهقوا راحوا قايمين كلهم كده زي المجانين وقالوا لنفسهم احنا اخدنا الصور من الواد ده ولا لا؟ وعرفنا انه صورهم بالجايزه قبل ما يرجعوا للفندق، فكانوا عايزين الصور. فميكو قالت لهم ايوه انا اخدتها هي والصور القديمه وهو مش واخد باله. ورجعوا تاني يتخانقوا ويقولوا لبعض يلا يا اللي الواد الاحمر ده مسهركم الليالي، نامي منك ليها يا حيوانه مش وقت محن خالص. بس بالرغم من كده كانوا فرحانين انهم رجعوا تاني المهرجان ده زي زمان، وفضلوا يفتكروا اللي هم كانوا بيعملوه وقتها. وسبحان الله شكلهم كان زي الاخوات الطبيعيين اللي مش عارفين يناموا فبيتكلموا على ذكرياتهم. فين بس يقول عبيط يشوف، هو كان رايح في 7 نومه وسايب كل واحده فيهم بتفكر فيه وعايشه لي قصه رومانتيكيه في خيالها. تبقى حرب لو ال3 حبوه في نفس الوقت ابن المحظوظه ده. ولو بتسال على البطوله اللي عندهم يا صديقي فنجحوا فيها عادي، هم يعني بيخترعوا. المهم بعد ما رجعوا لحياتهم العاديه بقى واضح انهم بقوا متعاونين مع بعض اكتر، وده طبعا اللي فرح الواد يو. بدا ينجح شويه بشويه اهو. في اليوم ده شفناه راجع للبيت متحمس، لكن اتفاجئ ان ابوهم موجود. ومن شكل الوقفه اللي موقفها لهم دي عزيزي المشاهد اكيد في مشكله. عارف انت لما ابوك يجمع البيت كله قدامه تعرف ان المحكمه بدات. المهم يو دخل سلام عليكم. وعليكم السلام. ايه بس اللي موقفكم كده؟ واتفاجئ من شكل الاب اللي كان متضايق جدا. كمان دي اول مره يو يقابله في الواقع، كان دايما بيكلمه في الموبايل. الاب قال له امك كانت موهوبه طول عمرها فعايزك تكمل على نفس الطريق وما تخيبش املها. فيو قال في نفسه قول يا رب انت بس. المهم دلوقتي العيال دي واقفين كده ليه زي اللي عاملين عمله؟ وعرف يو انه جاي يسال على نتائج البطولات اللي هم شاركوا فيها. كازوكي قالت له ان العرض بتاعها اتباع تذاكره كلها، وميكو وميو نجحوا في البطولات اللي هم شاركوا فيها بسهوله. فالاب كان قافل وشه مش عارف ليه وقال لهم ماشي تمام، وقام علشان يمشي. وكان واضح انهم مش زي اي عيله طبيعيه يا صديقي. يو بقى لما لقاها يمشي كده وهو واخد في وشه قال له يستنى ويتغدى معاهم، لكن هو قال له لا انا جيت اخد التقارير عنهم اول باول وامشي. بيتعامل مع روبوتات مش عيال والبني ادم ده. يو عمال برضه يجيبه يمين شمال لكن برضه شكله قفل. وقتها هو شاف القناع اللي جابوه من المهرجان وساله ايه ده؟ فيو حكى له على اليوم اللي قضوه مع بعض وعرفوا انهم كانوا مبسوطين فما تقلقش. لكن لا بيقول له انت كده بتقف قدامهم علشان ما يوصلوش للنجاح اللي انا عايزه، ومهرجان ايه ده اللي انت واخدهم ليه؟ انت فاكر ان بناتي محتاجين حظ علشان يكسبوا؟ الحظ ده معمول للفشله بس اللي زيك. اوعى تكون فاكر ان انا ما بحثتش عنك قبل ما اجيبك هنا. انا عارف انك فشلت في كل حاجه حاولت تعملها وما عندكش نص الموهبه اللي كانت عند امك. عيل عادي زيك بقى عايز يغير اللي انا بقالي سنين بربيهم عليه. فيو حرفيا من الصدمه كان واقف باصص له ومش عارف يرد يقول ايه. لا بعدها بيكسر القناع وبيرميه على الارض وبيقول له واحنا بقى مش محتاجين الفشله هنا. يو فهم انه بيطرده ومحمله ذنب مش ذنبه على حاجه هو ما عملهاش اصلا. وفجاه لقى البنات داخلين وبيقولوا لابوهم استنى وما تظلمهوش، هو ايوه شخص عادي لكن مجتهد وبيساعدنا علشان ننجح. قبل ما يجي هنا كنا عايشين في حياه ملخبطه من كل الجوانب.
جوانب، لكن دلوقتي كل حاجة بقت منظمة وبقينا قادرين نركز في أهدافنا. فالأب قال لهم واضح إنكم بقيتوا ما تقدروش تستغنوا عنه، غريبة يعني أول مرة الاقيكم بتدافعوا عن حد كده. فالعيال وشهم قلب ألوان وقالوا له أصل إحنا مستفيدين منه بقى وكده، وبالعافية خرجوا الكلام من بقهم وقالوا له يسيبه وما يمشيهوش. فيو فضل يقول يا بركة دعاك ياما، شكلي كده نجحت في حاجة أخيرا. وبالفعل يا صديقي عرفوا يقنعوه إنه يفضل معاهم، لكن هو شرط إنهم لا يروحوا مهرجانات ولا بتاع وينسوا أي تغيير حصل ليهم في الأيام اللي فاتت دي. هو عايز يجي يشوفهم زي ما هو رباهم. تصدق بالله أنت راجل خنزير. يلا بقى مش هقدر أخبي أكتر من كده بصراحة. إيه يا عم ما تسيبهم يعيشوا حياتهم. تاني يوم شفنا يو قاعد بيفطر لوحده وعرف إن كل حاجة رجعت زي الأول خالص. البنات كل واحدة فيهم في مكان شكل، وكل اللي هو عمله ضاع على الفاضي. وعرف إن كله من أبوهم الحيوان ده هو اللي عايزهم زي المكن حرفيا، شغل بس ومش فارق معاه شكلهم وهم مكتئبين كده. على الجانب الآخر هم بقى كانوا رجعوا لروتينهم الأولاني، من التمرين للأكل لكل حاجة، لكن لأول مرة ما كانوش مبسوطين وبيقولوا إحنا كنا عايشين كده إزاي. وبقى واضح إن صاحبنا غيرهم فعلا، هو كمان بقى ملتزم بالشرط بتاع أبوهم ومبقاش بيقعد معاهم زي زمان، لكن برضه ما كانش حابب شكلهم هم زعلانين كده. المهم في اليوم ده كانوا هم في المدرسة واتفاجئوا إنه عامل لهم الغدا زي زمان. طبعا طاروا من الفرحة ونزلوا في أكل خلصوه في ثانية. أيوة بقى حاجة تقوي كده، مش الباتيهات اللي هم عايشين عليها دي. وفي آخر اليوم شفناهم بيتكلموا مع بعض علشان عايزين يتفقوا اتفاق. قالوا له بص يا أحمر، أنت عارف الشرط اللي أبونا قاله، وعارف إنك لو خالفته ممكن يطردك من البيت في ثواني، علشان كده عايزينك تساعدنا زي زمان علشان ننجح، ووقتها هتبقى واحد مننا بشكل رسمي. ثواني بس، هيبقى منكم ازاي يعني؟ هتكتبوا له نص البيت ولا ايه؟ ولا يكونش واحدة منكم حاطة عينها عليه وهتتجوزوا؟ على فكرة يقول الحيوان ده بيقبل التعدد عادي، يعني ممكن يتجوزكم انتوا التلاتة. المهم دلوقتي ان صاحبنا كان عايز يقوم يتنطط لما قالوا له كده، وقام جري على المطبخ جهز لهم الاكل اللي هياخدوه معاهم. هيلاقوا شغال احسن من كده فين؟ بس جاتك نيلة. بس بقول لك ايه، هم كانوا مبسوطين انهم رجعوا زي الاول، بس طبعا مستحيل يقولوا كده. لكن المهم في نفس اليوم لاحظوا ان حاجة غريبة بتحصل لهم، ما بقوش مركزين، والحاجات السهلة اللي كانوا بيعملوها عادي بقت صعبة عليهم دلوقتي. كل اللي حواليهم لاحظوا كده وكانوا قلقانين لانهم داخلين على بطولات مهمة. وفي اخر اليوم شفناهم راجعين شايلين الهم من اللي هيحصل، وده عمال يتنطط ومش شايل هم حاجة. قالوا له بقول لك ايه يلا احنا مش فايقين لك، ودخلوا علشان العشاء وسابوه يتنطط كده لحد ما اتقلب على دماغه. فين ابوكم الكئيب بقى يشوفكم وانتوا قاعدين مع بعض كده ومكسرين كلامه؟ خلاص دلوقتي بقى الواد العادي الفاشل ده هو اللي بيفرحكم؟ لا ده كمان وهو بيغسل الاطباق لقى كازوكي جايه تساعده، لدرجه انه كان فاكرها تعبانه، وقال لها يا كازوكي الف سلامه عليكي. فقالت له يلا يا اهبل، وبعدين اوعى تفتكر ان عايز اساعدك ولا حاجه، ده انا بسلي وقتي بس. المهم هم واقفين كده سالها ايه اخبار التحضير للدور الجاي؟ فكازوكي قالت اهلا، احنا هنقعد نحكي لبعض كمان؟ لا اطمن يا اخويا الدنيا ماشيه تمام، او يعني مش تمام قوي بصراحه، في شويه توتر كده بس علشان دور جديد. فقال لها ما تقلقيش، طول ما انا هنا هتنجحي يعني هتنجحي. قالت له ليه يعني؟ كان القرد نفع نفسه، وبعدين شوف صوابعك اللي شكلك قطعتهم دول ايه اللي حصل؟ فقال لها عملت فيها شيف وعمال اقطع، رحت معور صوابعي كلها. قالت له لا فالح قوي يلا، خد يلا الكام طبق بتوعك هم انا ماشيه. وفعلا لسه يوب ياخدهم منها راح مقلوب على الارض ومناخيره اتعورت. كازوكي لسه بتطمن عليه راحت هي كمان واقعه. ويا شباب ما ينفعش كده، رأوا السناجل اللي بيتفرجوا على الفيديو، العيال قربت تكتئب. اصحابنا طبعا وشهم قلب الوان من الموقف وطلعوا يجروا كل واحد في ناحيه. الضحك كله بقى كان كازوكي في اليوم اللي بعده، كل لما كانت تشوف وش يو تكسر وترزع وتتخانق معاه، فهو راح وراها وقال لها انا عايز اتكلم معاكي، انا عارف انك متضايقه من موقف امبارح، بس ايه رايك ننساه ولا كأن حاجه حصلت؟ فتعصبت اكتر لان هو اصلا السبب من الاول، وقالت له اطلع بره يالا بدل ما اعورك في وشك. ولما راحت الشغل كانت واقفه بتفكر في الدور الجديد، واللي عرفنا ان دور بنت. الله، امال هي كانت بتمثل ايه دي؟ عرفنا بقى يا صديقي انها كانت بتبعد عن الادوار اللي فيها رومانسيه ومحن، انت فاهم بقى، البت متربيه تربيه عسكريه حرفيا، وبتكره سيره الحب واي حاجه ليها دخل بيه، علشان كده كانت شايله هم الدور ده، وبتقول انا هعمل شغل المرقعه ده ازاي يا جدعان؟ الله، ما انت عملت مع الواد يوم امبارح ولا كان ايه ده؟ حلوه. المهم لما رجعت البيت كانت بتتكلم عادي وكل حاجه كانت ماشيه زي الفل، ومره واحده يولا زنقاه في الحيطه وبتقول له انت فاضي يوم الحد؟ فقال لها اشمعنى؟ قالت له هنخرج في موعد رومانتيكي انا وانت. فالواد قال في نفسه لا بقى دي لسعت منها خالص، موعد ايه بس يا كازوكي اللي انت عايزانا نروحه ده؟ وحد الله كده بس بدل ما العيال اللي فوق يسمعونا وتبقى مصيبه. فقالوا احنا لسه هنسمع يا حنين، احنا هنا من بدري. طلعوا كل ده بيتصنطوا عليهم من فوق وهم مذهولين من اللي البت دي بتعمله. ميكو تقول لها موعد يا بت يا ميو، انا سمعت صح؟ فميو تقول لها موعد يا اختي، الكلمه خرمت وداني. اه يا
كازوكي يا جزمه بتلعبي من ورانا، وفضلوا رامين ودانهم علشان يعرفوا الواد هيقول ايه. صاحبنا بقى كان عايز يعرف اشمعنى هو يعني، فكازوكي قالت له ما تخليش دماغك تروح لبعيد، انا بعمل كده علشان الدور، وفهمته انها دايما بتعمل ادوار بعيد عن الرومانسيه البيض، بس دلوقتي جاي لها دور من النوع ده هتعمل ايه بقى؟ فيو قال لها ايوه مش تقولي كده من بدري يا شيخه، انت عايزانا نمثل كده وكده يعني اننا مرتبطين. قالت له ايوه امال انت فاكر ايه؟ فالعيال فوق قالوا فاكر ايه؟ هيكون فاكر ايه يعني يا سهله يا رخيصه، والله لا نوريك يا كازوكي الكلبه. ميكو استنت لما هي مشيت وراحت للواد يو تساله انت فاضي يلا يوم الحد ولا وراك حاجه؟ فيو قال لها لا بقى انتوا كلكم عايزيني يوم الحد، واحده واحده عليا وانا عليا ليكم. وقال لها لا عادي مفيش ورايا حاجه. فقالت يا زباله بتكذب علشان تروح انت والسهله التانيه. كمان ميو على الناحيه التانيه كانت متمركزه قدام اوضه كازوكي علشان تعرف اخر التطورات. الضحك كله بقى لما اتجمعوا على العشاء بالليل وهم مش طايقين بعض. كازوكي قالت له اوعى تنسى بكره بقى، فيو غمز لها من بعيد كده انه فاكر وما تقلقش. فالعيال التانيين كانوا مولعين حرفيا بس مش قادرين يتكلموا. المهم يا صديقي في اليوم اللي بعده يو راح يقابلها فعلا، وميكو وميو كانوا مراقبينه من بعيد. ميكو كانت عايزه تقوم تجيبه من شعره المستفز ده لكن مضطره تصبر شويه، ولقوا كازوكي جايه وايه يا ارض انشق عليكي قدي، مش عارف لبست باروكه دي ولا ايه بس كانت مزه المزز. الواد يو فضل فاتح بقه وسرحان في حلاوتها، والناحيه التانيه ميكو وميو هيغمى عليهم علشان اول مره يشوفوها بتتمرقع كده. ميكو قالت في نفسها هي من امتى وهي بتلبس فساتين دي اصلا؟ ميو قالت لها وربنا ما اعرف يا اختي ده دور ايه ده اللي غيرها كده. على الجانب الاخر بقى كان صاحبنا بيعلمها ازاي تبقى كيوت زي باقي البنات بدل ما هي غشيمه كده، لكن برضه مفيش فايده. يعني مثلا الدلافين دي طلعت في دماغها انها تغرق الناس ميه عادي، يعني دلافين، لكن ليه بقى تسيب الناس كلها وتغرق اصحابنا بس؟ الناس كلها لقت كازوكي واقفه قدامه علشان الميه ما تجيش عليه بدل ما هو اللي يعمل كده الغبي. ولما خرجوا بعدها يقعدوا في اي حته تلاقيها هي طالبه قهوه ساده وهو مش عارف طالب زبادي ده ولا ايه. ييجوا يشتروا حاجه هي اللي عايزه تشيلها. لا بقول لك ايه، اديله الفستان هو بقى وخليه يطول شعره وبدله الادوار. ايه يا بت انت في ايه؟ وبقى واضح كده ان تغيير كازوكي لشخصيه كيوت حاجه مستحيله. المهم بعد شويه شفناها واقفه مستنياها علشان دخل الحمام، وبتبص لقت عيل شعره اصفر كده جاي عايز يشقطها، فقالت له غور يلا من هنا هي مش ناقصاك هي. ولسه بتمشي لقيته بيمسك ايدها، بس مره واحده يو جه وبعده عنها وقال له انه معاها. لا راجل يالا ايوه كده. طبعا الواد الاصفر ده كان فاكر انه اخوها الصغير وفضل وراهم وعمال يحاول يتعرف عليها، وعلشان الواد يخلص منه قال له انهم مرتبطين وهيتجوزها. فكازوكي قالت نهار ازرق بس يالا انت بتقول ايه؟ الناس كلها كانت واقفه تتفرج عليهم وبيقولوا مين الصغنن اللي بيتكلم ده؟ الله يفضحك يا ابن العبيطه. طبعا شكلهم كان عر قوي، بس المهم ان الواد مشي فعلا وسابهم وده اللي فرحها. ميكو وميو كانوا لسه بيراقبوهم وقتها وبيقولوا لبعض شوفوا الكلاب ماسكين ايد بعض ازاي، والله لا يتصوروا النهارده والصور تروح لابوها. ويلا بقى جاتكم نيله، ده انتوا مش عارفين حاجه خالص. الاتنين ماشيين حرفيا ونفسهم الارض تنشق وتبلعهم. عيل اللي يشوفوا يديله 10 سنين ماشي مع واحده قده 5 مرات ولا حاجه، وعلشان يهربوا من الاحراج ده جريوا بسرعه على السينما قبل ما تبقى فضيحه. وقتها كان في فيلم بيتعرض كازوكي عارفاه كويس لان البطله صاحبتها، كان واضح عليها انها متفاجئه لان طول عمرها بتتقارن بيها وكانت فاكره انها بقت انجح منها بكتير. لكن لما الفيلم خلص سمعت الناس بيقولوا ان تمثيلها كان وحش جدا، فعرفت ان كل اللي هي عاملاه ده كان على الفاضي، وان اللي هي كانت شايفاها نجمه كبيره الناس شايفينها عاديه. ومع الوقت كلمه عادي ما بقتش بتخوف بطلتنا لان كل اللي حواليها عاديين. يو العبيط بقى لاحظ انها طلعت من الفيلم زعلانه بدل ما تبقى فرحانه، اللي هو يعمل ايه تاني علشان تفرح البومه دي؟ وقال في نفسه هو اليوم ده اصلا ضايع من اوله، يلا بقى هو فاضل اخر حاجه اللي هي العجله الدواره دي وبعدها هرجعها للبيت لان اليوم خلص. حتى هي كانت بتقول له ايه شغل الاطفال ده، لكن فجاه سمعوا 2 بيقولوا ان العجله دي احسن مكان ممكن الواحد يعترف فيها لصاحبته لما يوصلوا لاعلى نقطه. فكلهم اتفاجئوا لا يكون الواد ده مخطط لكده اصلا. وقبل ما تقول اي حاجه لقيته بيمسك ايدها وبيدخل. ما اقولكوش بقى ميكو وميو كانوا حاسين بايه تحت. والناحيه التانيه كازوكي كانت عايزه تنط من الشباك لا الواد ده يتخبط في دماغه ويعترف لها، فقامت بصه في الارض وفضلت ساكته لحد ما هو يتكلم. بتبص عليه لقيته عمال يترعش زي ما يكون على وضع الهزاز. الله يخرب بيتك مالك يا ابني في ايه؟ قال لها بخاف من اللعبه دي علشان ببقى شايف الارض من هنا. يا ابن العبيطه امال ركبتها ليه من الاول؟ قال لها انا كنت عايز اخلي الموعد ده احسن حاجه علشان انا وعدتك بكده.
فالبت وشها جاب الوان واتفاجئت انه وقف وشكله كده هيقولها وها يلا يلا قول البت قلبها هيقف. لقيته بيقول لها انا عايزك تبقى احسن ممثله في البلد كلها. فحرفيا البت اتصدمت وقالت له طب اقعد يا اهبل اقعد. يعني كل توقعاتها طارت في الهوا ورجع الاهبل ده يترعش تاني. لكن بالرغم من كده بطلتنا كان واضح عليها انه عجبها اكتر واكتر، بالرغم انه بيفشل دايما في اي حاجه عايز يعملها. لا يا كازوكي ما تخافيش، ده هو عنده مناعه ضد النجاح، يعني لو في يوم لقيتيه ناجح في حاجه يبقى تعبان شويه. المهم ان يو فرجها على الصور اللي صورها لها النهارده واللي كانت طالعه فيها حلوه قوي، وقال لها عارفه بالرغم انك ممثله شاطره لكن صورك الطبيعيه دي احلى بكتير. فالبت لفت وشها الناحيه التانيه من الكسوف وقالت هي البتاعه دي هتقف امتى؟ خلينا نمشي. في الوقت ده كان باقي الشله واقفين تحت، الفضول هيقتلهم، ومره واحده لقوهم خارجين وكازوكي ضحكتها من هنا لهنا. فقالوا يا لهوي الكلب ده عمل فيها ايه خلاها تفرح كده. وهم راجعين كازوكي شكرته على اليوم وقالت له ان الدور بقى سهل عليها خلاص. كمان بعد ما سمعت راي الناس عن التمثيل عموما النهارده ما بقتش تزعل لو تمثيلها طلع عادي زي ما بيقولوا. فيو مسك ايدها وقال لها خليكي فاكره الموعد ده بس وانت هتبدعي. فقالت له خلاص اوعى الموعد خلص من بدري. ومن جواها كانت بتقول مين كان يتخيل ان العبيط ابو شعر احمر ده هو اللي غيرنا كده. ومره واحده لقاها بتقف قدامه بتقرب منه وخلاص اهو. العيال التانيين حرفيا كانوا هيتشلوا، هي بتفكر في ايه دي؟ وقتها هي عرفته انها مش هتنسى اليوم ده ابدا. بعدها قالت انها هترجع البيت لوحدها وكان واضح انها فرحانه. وقابل بقى يا عم يو اللي الحرابيق دول هيعملوه فيك لما تروح. وبالفعل هو راح يشتري شويه حاجات، ولما رجع لقاهم مستنينه وبيقولوا له اهلا يا عم عبد الحليم يا حافظ، كنت فين يا حبيبي؟ فالواد قال هم عرفوا ولا ايه؟ عرفوا بس دول كانوا معاك من اول اليوم يا عبيط. بس طبعا كانوا مستحيل يقولوا هم شافوا ايه هناك، ده اللي حصل لا يتقال ولا يتحكي. المهم تاني يوم كانوا رايحين المدرسه في امان الله، لقوا حرامي بيجري قدامهم وسرق شنطه واحده. ميكو بسرعه لحقته وكسرت له وشه حرفيا ورجعت الشنطه للبنت. لكن فجاه ظهر مجموعه طلاب كده راحوا مكملين على الواد، وواحد منهم جه يتكلم معاها. عرفنا ان الواد ده بطل الجمهوريه في الكاراتيه ويعرف ميكو من زمان وعايز يتكلم معاها. طبعا يو قال في نفسه مين ده اللي جاي ياخدها من وسطنا كده ويمشي؟ حد يعرف الواد ده يا جدعان؟ فقالوا له اسمه هايتو واحسن لك ما تتكلمش معاه بدل ما تزعل. فقال يا لهوي لا خلاص اما نشوف بطل الجمهوريه ده عايز ايه منها. انطلق وراهم بسرعه لحد ما وصل المدرسه، وعرف انه جاي يتمرن مع مدرستهم لمده اسبوع زي ما بيعمل كل فتره. الفكره بس ان دول كلهم لعيبه كاراتيه، انت بقى بتعمل ايه هنا يا فاشل؟ يو شكله كان حالف انه مش هيبعد عن البت ميكو لحد ما يشوف ايه اللي هيحصل. بيبص لقاها رايحه تتحدى هايتو وبتقول له يلا ماتش زي بتاع زمان. فالواد قال لها ما بلاش احسن لك احنا ما بقيناش زي زمان. قالت له لا انا مصممه. فيو كان عايز يقول لها مصممه ليه يخرب بيتك؟ وزي ما كلهم توقعوا لسه بيقولوا بسم الله راح الواد خبطها رجل طيرها. يلا خلص الماتش مع السلامه. الواد هايتو ده كان واضح انه اقوى منها بكتير وهي اتاكدت من كده. المهم يو بقى علشان ينقذ الوضع قال له خلاص يلا يا مفتري روح العب مع اللي قدك، واخدها على جنب وقال لها مين الحمار ده؟ فعرفته انهم اصحاب من زمان وكانوا بيتمرنوا مع بعض من اول ما دخلوا اللعبه دي، ومن وقتها وهي شايفاه قدوتها وفرحت لما فاز ببطوله الجمهوريه، بس بنسبه كبيره ممكن يتقابلوا في بطوله السنه دي. فيو قال لها تقابلي مين ده؟ حرام عليك ده عيل غشيم بعيد عنه. شويه ولقوه جاي عايز يتكلم معاها وعرفها انه ما كانش يتخيل ان مستواها نزل بالشكل ده، علشان كده عايزها تيجي معاه لمدرستهم. فكلهم اتفاجئوا وما كانوش حابين كده وقالوا له ابعد عنها يا عم انت خليك في مدرستك. فهو قال لها انه كلم ابوها وقال له هو وافق، وصدقيني مستواك هيرجع زي الاول واحسن لو بعدت عن شويه الهوال اللي هنا دول. فيو الباقيين كانوا عايزين يتلموا عليه حرفيا ويرنوه علقه، لكن هو صدمهم وقال لهم هي ميكو ليها مدرب هنا ولا هي مضيعه وقتها كله عليكم انتوا وعلى تدريبكم؟ فالعيال اتفاجئت لان فعلا هم استغلوها لمصلحتهم لحد ما بقت ضعيفه كده. ميكو قالت له لا ما يظلمهمش، وعرفته ان هي اللي ما كانتش مركزه اخر فتره بس هتفكر في العرض بتاعه بعدين. واتفاجئت ان اصحابها بيقولوا لها ان عنده حق في كلامه وعايزينها تروح معاه. فهايتو قال لها شفت بقى اصحابك موافقين. لكن يو كان واقف يشد في شعره حرفيا واستنى وهم مروحين وقال لها الواد المستفز ده ابعد عنه، انت ليه ما رفضتش طلبه على طول؟ وبعدين هو مش مهتم برايك اصلا وبيفكر مع نفسه. فميكو كانت مستغربه هو ليه زعلان قوي كده وعايزها تفضل هنا. قال يعني مش باين على شكله يعني يا ميكو. وكانت بتقول لنفسها انها زمان كانت هتوافق على العرض ده من غير تفكير، لكن دلوقتي هي مش عايزه تسيبهم وتمشي. العب يا عم يو، حتى البت اللي كان دماغها حجر عرفت تحنن قلبها. صايع برضه الواد ابن الايه ده. فجاه كده لقيت اصحابها مستنينها عند البيت وبيقولوا لها روحي وما تخافيش علينا، عايزينك تبقى بطله العالم السنه دي. وهوب راحوا طالعين يجروا مره واحده. فالبت قالت ربنا يكملكم بعقلكم يا مجانين، ودخلت قبل ما تقتلهم هم واولاد يو. الله طب وانا مالي يا لمبي؟ وهم على العشاء
ميكو كانت ملاحظه ان كلهم طيبين معاها النهارده يعني على غير العاده، يعني اللي سابت لها اكلها واللي اشترت لها حاجات جديده، فقالت غريبه يعني العيال دي عايزين يخلصوا مني ولا ايه؟ فيو قال لها اكيد عرفوا انك هتنقلي المدرسه الجديده علشان كده زعلانين. فميكو كانت عايزه تقول له بجد والنبي يا كابتن يعني انا في حد بيحبني؟ وفضلت طول الليل دماغها عماله تودي وتجيب اوافق ولا لا اوافق ولا لا. وتاني يوم لقيناها رايحه للواد هياتو بتقول له بخصوص عرض امبارح، لا 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 انا مش همشي واسيب اصحابي. فطبعا كلهم فرحوا، لكن الواد اتضايق وقال لها انت اكيد بتهزري، بقول لك هناك هتبقي بطله، بلاش قعدتك مع الفشله دول تخليكي زيهم وتضيعي طموحك كله، افهمي بقى. فميكو رفضت برضه وقالت له انها مش مهتمه بكل ده، في حاجات مهما تفكر فيها مش هتفهمها لانك مهتم بهدف واحد. فهاتو سكت شويه وقال لها انت اتغيرت كتير عن زمان، بس برضه خليكي فاكره اني مستنيكي علشان لسه بينا ماتش، ولو غيرت رايك فانت عارفه انا فين. مره واحده لقوا يبن الهبله بيطلع من الخزانه وبيقول له ولا يلا يا بتاع الكاراتيه انت مش سمعتها؟ قالت لك مش عايز اروح معاك يلا بقى من هنا. فهايتو كان مستغرب وقال لهم حد يشوف الطفل ده تبع مين يا جدعان علشان ما رميهوش من الشباك. فيو قال له اتكلم على قدك لو سمحت، رايح تلعب مع ميكو اللي هي بنته وبتتشطر عليها، انا بقى بتحداك في ماتش 1 ضد 1 علشان اعلمك الادب. فالعيال كلها هنجت حرفيا وكانوا فاكرين انهم سمعوا غلط ولا حاجه. يو انت عايز ايه يا حبيبي قول تاني كده؟ فقال لهم عايز العبه في ماتش واللي يكسب هو اللي ميكو تفضل معاه. فالبت وشها احمر بس برضه كانت بتقول له بس يهبل انت هايتو مين اللي تلعبه؟ لكن برضه الواد يو كان مصمم لحد ما هايتو وافق وقال له خلصانه يا عم اتفقنا، ابدا تمرينك وجهز نفسك واللي يكسب ياخدها. فميكو فضلت تصرخ وتقول بيلعبوا عليا يا ولاد العبيطه، ده انت وشك هيتعمل جزامه يا يو ربنا معاك بقى. المهم لما رجعوا البيت بدات هي تمرنه بالرغم انها متاكده انه هياكل على دماغه. قالت له ها جاهز خد دي، وادت له واحده في وشه وخلته يلحس التراب اللي في الارض. لا واضح فعلا انك هتكسب يلا يا يو استمر على كده، انا شايف في موهبه محمد علي بس بالعكس. المهم ميكو جابت له تلج يحط على وشه وقالت له يا ابني بلاش الماتش ده انت مش فالح في حاجه غير النحنحه، الواد ده مش هيرحمك. لكن هو عمل لها فيها الواد الرومانتيكي اللي علشانها يقدر يكسر الجبل، وقال لها اتفرجي عليا بس وشوفي هعمل في ايه. المهم دلوقتي انت بقى ليه ما رضيتيش تروحي مع الواد ده؟ فالبت فضلت تجيب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب علشان مكسوفه تقول له، بس عرفته انها مش هتسيبه هو واخواتها علشان حاجه تافهه زي دي، ويلا بقى امشي بدل ما اكسر لك سنانك. فيو قال العب يا سمك، قالت علشانك وعلشان اخواتها، بس قالت علشانك الاول. وبيبص لقى كازوكي ومي واقفين بره وسامعين كل حاجه وشكلهم كان اهبل قوي، بس المهم انهم قالوا له انهم هيشجعوه في الماتش فاتمرن كويس بقى. فيو اتحمس وقال هو ده طبعا انتوا فاكرين انه خلاص هيبقى وحش ويروح يكسر دماغ الواد، لا خالص مفيش الكلام ده بعت له رساله بيقول له السيد هايتو الراجل المحترم النبيل الشريف المقاتل المشهور، وحياه امك قدر ان انا اول مره العب اللعبه دي وواجهني بايدك الضعيفه مش القويه. فهايتو حرفيا كان هيتشل وقال انا ايه اللي وقعني في شغل المصغره ده. ولما ميكو عرفت قالت له يا عديم الكرامه اتمرن يا اخويا اتمرن هيكسر دماغك برضه. على الجانب الاخر بقى وبما ان الاتنين دول بيتمرنوا هنا كل يوم، مين قلبين البيت مقلب زباله الناحيه التانيه؟ يو لسه داخل في امان الله لقاهم واقفين في المطبخ وخاربينه حرفيا، المفروض ده اكل عاملينه على العشاء النهارده، ده انتوا لو ناويين دي تكون اخر وجبه ليكم فمش هتكون كده والله. ميكو قالت لهم عجبكم كده الفضيحه دي قدام الولا؟ يقول علينا ايه دلوقتي واحنا اللي المفروض نكون بنعرف نطبخ؟ فيو قال لهم بصوا ايه رايكم انا هعلمكم. فقالوا له لا احنا كده تمام اول حد كده، وراحوا ناموا. فقال والله انا توقعت كده يا جزمه منك ليها، وراح هو عمل لهم العشاء. بس برضه هم جم ساعدوه بصراحه يعني علشان ما نبقاش ظالمين للعيال. شفتوا بقى ليه البت ميكو مش عايزه تسيبهم وتمشي؟ خلاص يا عم بقوا عيله طبيعيه زي باقي البشر. المهم يو وقتها كان هياكل لكن اتفاجئ ان ايده تعبانه من كتر التمرين ومش قادر يمسك المعلقه، ومره واحده لقى ميو بتقول له ان هي هتاكله. يخرب بيتك قدامهم كده انت هبله. التانيين قالوا ليه واحنا صغيرين ولا حاجه؟ افتح بقك ياض احنا كمان هناكلك. اهدوا بس يا شباب خلوا في شويه كرامه. ويا عزيزي المشاهد لو بتسال على ميكو فهي مستحيل تعمل زيهم، هي مجنونه ولا ايه؟ دي كانت مستحلفه له انها هتطلع عليه كل ده بكره في التمرين، وفعلا هي فضلت تمرن فيه لحد الصبح وتفاجئ ان الملزقين دول جايين يطمنوا عليه هو. طب وانا ده احنا حتى اخوات يا جزم. المهم يا صديقي ان المواجهه كان فاضل عليها يومين خلاص، ويو شكله كده هيخسر طبعا. انت فاكرني هقول لك هيكسب؟ يا عم ده الواد هايتو ما اتمرنش نص ساعه على بعض واخد الاسبوع كله اجازه ولا كانه وراه ماتش. كمان لما قابلها في اليوم ده قال لها خليكي ضعيفه كده وفاكره ان الواد ده قادر يعمل حاجه. فرجعت وهي بتفكر هل هي فعلا ماشيه في الطريق الصح ولا لازم تراجع نفسها. يو لاحظ انها مش معاه النهارده فقال لها مالك بتفكري في ايه؟ قالت له فيك وفي اخواتي وفي الفريق اللي مش عارفه اعمل فيه ايه ده، اوعى تكون يالا متضايق من اللي انت بتعمله ده بس مش عايز تقول لي علشان ما ازعلش. فقال لها بس يا هبله ده انا بالعكس مبسوط ان مش هسيبك للواد الزفت ده. غير كده بقى انت مش واخده بالك انك قلت انك بتفكري فيا
مرتين لحد دلوقتي. فميكو قالت له والله لو ما اتكتمت لهكتمك للابد، وراحت خبطه واحده قاضيه في الحته الفاضيه طيرته. يا ابني قلت لك 100 مره البت دي ملهاش في شغل النحنحه، مش زي العيال التانيه كل مره بتنسى وبتاكل على دماغك. المهم صاحبنا لما لقاها متردده كده ومش عارفه تعمل ايه، قال لها عندي فكره، ايه رايك نلعب احنا الاتنين مع بعض؟ فقالت له اهلا، ما ده اللي ناقص، انت عايزنا نبقى عار على لعبه الكاراتيه عليها النعمه. المهم تعدي الايام يا صديقي، وحاليا هو وقت المواجهه. هاتوا بطل الجمهوريه في الكاراتيه ضد ابطالنا الكحيانين اللي هياكلوا على دماغهم. طبعا حوار ان هما الاتنين يلعبوه ده مش هينفع، سيبوكم من الواد العبيط ده. المهم في الاول هو دخل وميكو شجعته، ها بقى هتعمل ايه؟ هو بوكس واحد وبقى بالمنظر ده، معلش سهرناكم على الفاضي يا جماعه، يلا خدوا ارموا بره. بعدها دخلت ميكو وكان واضح انها مركزه عن كل مره، بدات تستخدم قوتها كلها وتهاجمه، لكن برضه الواد كان عارف يتوقع حركاتها، فضل يدافع وبوم راح مديها ضربه وقعها على الارض. حاولت بطلتنا تهاجمه تاني لكن خلاص الواد كان مسيطر عليها، وقال لها عرفت ليه بقى قلت لك انك بقيتي ضعيفه؟ ضربه يمين وضربه شمال، وميكو عماله تصد على اخرها ومش قادره تعمل حاجه، وفي النهايه وقعت على الارض وعرفت فعلا انه عنده حق، هي لازم تمشي من هنا لو عايزه ترجع مستواها زي زمان. وهي بقى في وسط افكارها دي وزعلانه ومش طايقه نفسها حرفيا، لقت العبيط التاني عامل لي فيها التراس تشجيع ميكو وبيقول لها يلا يلا، فقالت الله يفضحك زي ما انت فاضحني في كل حته كده، وما بقتش عارفه تضحك على هبله ولا تتضايق. بس بالرغم من كده قالت انا مش هستسلم وهحاول تاني. المره دي قررت تخدع الولا هاتو، انطلقت ناحيته وعملت انها تضربه من اليمين، لكن بوم لقى البوكس جايله بالعكسيه، لسه بيستوعب اللي حصل لقاها طايره وبايديها في وشه. الواد حرفيا كان واقف مش مجمع، وشه بقى وارم من كل حته والجمهور ولع القاعه حرفيا. هاتو قال لها انت من امتى وانت بتلعبي كده؟ مش طبعك ده. فالبت ضحكت وقالت له تصدق عندك حق، وفي ثانيه راحت طايره عليه تاني وبوم ادت له ضربه وقعته على الارض. يا نهار ابيض يا جدعان، ميكو خلصت على بطل الجمهوريه بثلاث ضربات. حرفيا البت والجمهور واي حد كان معدي في الشارع ما كانش مستوعب، يجري عليها بسرعه وهي من غير ما تحس لقت نفسها بتحضنه وهي بتعيط من الفرحه. العيال اللي معاها كانوا واقفين فاتحين بقهم من الصدمه انها طلع عندها مشاعر هي يا جدعان. المهم بعد ما خلصوا وشفناها واقفه مع هايتو بره، قال لها انا لسه عايزك تيجي معايا، لكن شكل الواد يو ده عايزك اكتر، انت في حاجه بينك وبينه؟ فميكو قالت له مين انا؟ لا طبعا انا عمري ما فكرت فيه بالشكل ده. فقال لها بس هو بيفكر، وانا بقى لازم اسبقه بخطوه علشانك. وفاجئها باعترافه انه بيحبها. فميكو اتصدمت وفضلت تعمل حركات لا اراديه كده زي اللي مسكتها كهربا، وقالت ليه؟ قصدي من امتى الكلام ده؟ فقال لها من زمان، من وقت ما اتقابلنا واحنا صغيرين. انت ايه ما سمعتش عن الحب من اول بوكس؟ قالت له لا ما سمعتش، وفضلت تتوه في الكلام وتقول اي حاجه علشان توصل له انها مش عايزه. فهو فهم وقال لها انا عارف ان اللي انت بتحبيه هنا، وعلى فكره بيبان على شكلك قوي لما سيرته بتيجي. فالبت ميكو وشها بقى طماطمايه وقالت يا لهوي كلهم ملاحظين. يلا يا هبله امال انت فاكره ايه مش شايفه وشك عامل ازاي؟ المهم في اخر اليوم شفناها راجعه البيت وعماله تشتم فيهم علشان سابوها ومشيوا، لكن لما دخلت اتفاجئت انهم عاملين لها احتفال بمناسبه نجاحها والدنيا كانت زي الفل. طبعا شكرتهم كلهم وقالت ليو يطلب اي حاجه منها وهي هتعملها علشان تساعدها. فالواد الخنزير استغل الموقف وقال لها اي حاجه يعني لو قربت كده فيها مشكله. فالبت قلبها وقع في رجليها وقالت له امشي يا حيوان انت دماغك راحت لفين. وفضلوا كلهم يضحكوا عليها احسن علشان بعد كده ما تسحبيش من لسانك وتقولي اي حاجه. المهم ان صاحبنا قال لهم انه عايزهم يخرجوا مع بعض كلهم في يوم، كمان كلم ابوهم وقال له اسمع يا باشا عيالك خارجين مع بعض بكره رايحين الملاهي، فيا ريت ترحمنا بقى وتسيبهم يتبسطوا. فقال له وحياة امك اديني ميكو يلا. فيقول له معالي الباشا حاضر انا كنت بهزر. ولما كلمها قال لها انا عرفت انك كسبت هايتو في الماتش، هي دي ميكو اللي انا عارفها، علشان كده ممكن تخرجوا مع بعض لو عايزين. سبحان مغير الاحوال شكله بطل كآبه اهو. يو بقى لما عرف انه وافق قال هو ده، يلا بسرعه شوفوا هتلبسوا ايه علشان نروح. وبالفعل كل واحده جهزت وبقت على سنجة 10 علشان يغزوا بعض وكل واحده تبقى احلى من التانيه. ومن كتر ما كانوا بيعندوا بعض اتفقوا ان الشاطره فيهم بقى اللي تقدر تخليه يحبها النهارده. يا ولاد المجانين هو الواد قدكم ده جاي يلعب يا جدعان. لكن خلاص يا باشا العدوان الثلاثي على الواد بدأ. كازوكي قالت له تعالى ندخل بيت الرعب علشان يعني تعمل فيها خايفه والحقني يا يو والشغل الملزق ده. لكن اول ما دخلت العفريت اللي كان خايف منها مش العكس. وطبعا يو كان ناقص يعيط ويقول يا ماما تعالي خديني. وخطه كازوكي فشلت واترمت في الزباله وطلع
طلعت وهي شايلاه على كتفها. ميو قالت لهم سمع هوس خلاص دوري بقى. اخدت الواد عند اللعبه اللي بعدها وقالت اكيد لو شافني بصرخ على اخري كده هياخدني في حضنه. يا سهله يا رخيصه ما تتلم يا بت انت. المهم انهم طلعوا اللعبه والواد نزل منها عايز عربيه اسعاف حرفيا، لا بجد قعد على جنبه زي ما يكون ضغط وطي من اللعبه. فالكلبه راحت تقعد جنبه وحطت راسه على رجلها، قال يعني كده هيحبها. في الاخر مشي وصابها برضه. يلا بقى. واخيرا جه دور عم جاكي شان بتاعنا اللوسته ميكو ام دماغ تعبانه دي بقى بتجيب من الاخر يا باشا. قالت انا هركب اللعبه دي جنبه وهوب هعمل نفسي دايخه وهقع عليه. وفعلا كانت لسه هتنفذ الخطه لقيته هو اللي دايخ وخلاص كان هيقع عليها وهيحصل اللي بالي بالك، لكن الواد لحق نفسه على اخر لحظه. وبكده نقدر نقول ان كلهم فشله ومحدش فيهم عرف يوقع الواد ده. وبعد ما خلاص اقتنعوا انهم لازم يبطلوا محن شويه بداوا يستمتعوا باليوم زي اي حد طبيعي. ومع الغروب كده اخدوا لهم صوره تذكاريه مع بعض والضحكه كانت من هنا لهنا ورجعوا هم فرحانين. المهم في اليوم اللي بعده البت ميو كان عندها ماتش نهائي في اللعبه اللي بتلعبها دي، علشان كده نسيت الغدا بتاعها. فيو اخده بسرعه وراح يدور عليها وبالغلط خبط في بنت كده كانت ماشيه مش واخده بالها وعرف انها بتلعب شوجو برضه اللي هي اللعبه بتاعت ميو. البت قالت له ما تفتح يا اعمى، قال لها معلش مستعجل وطلع يجري. ولما وصل لقى ميو حاطه على الكل ومحدش عارف يكسبها. هي في اللعبه دي بتبطل هبل وتبقى مركزه جدا. المهم خلصت الماتش وبتبص لقت العبيط جايب لها الغدا فاخدته وطلعت بره بسرعه. انت ايه يالا عايزهم يقولوا عليا طفله وجايب لها الاكل؟ المهم ميو اخدته منه وقالت له استنى معاها لحد ما تخلص. مره واحده لقوا البنت اللي كان قابلها الصبح جايه بتنتش الاكل منها زي الحراميه وبتقول لها هو ده بقى سبب نزول مستواكي في الفتره الاخيره؟ فيو قال لها انت عايز ايه يا بت انت؟ امشي من هنا يلا. قالت له انا عارفاك يالا، مش انت اللي خبطت فيا الصبح؟ انت عايز ايه من المنافسه بتاعتي؟ اكيد انت اللي شاغل بالها. فيو قال لها يعني انت اللي هتلعبيها في النهائي؟ وكان متحمس يتفرج عليهم. فميو قالت له بس يا اهبل متحمس لايه؟ ده انا كسبتها 100 مره. يلا يا شاطره امشي من هنا خلينا نروح نتغدى. فقالت لها ماشي يا ميو والله لا اوريكي، انا اتطورت كتير عن زمان وهفاجئك ساعه الماتش. فميو قالت يا دي النيله على شغل العيال يا زفته، بطني بيتزقزق من الجوع سيبيني اطفح. وقضوها خناق طول اليوم ولا اكلوا ولا عملوا اي حاجه. وفي اليوم اللي بعده شفنا يو باقي الشله جايين يشجعوها ويتمنوا لها حظ حلو في الماتش، لكن برضه البت الهبله دي عماله تقول لهم هكسبها يعني هكسبها، هخليها تعتزل اللعب خالص. وفضلت تتخانق معاهم. انت طلعت لنا منين يا بت انت؟ هي الحكايه ناقصه؟ المهم يا صديقي سيبك من التفهه دي وخلينا نركز في المهم. ميو بدات في مرحله التصفيات وطبعا عرفت تكسبهم بكل سهوله لحد ما جه وقت النهائي مع البت البومه. والمفاجاه انها فعلا كانت مجهزه خطه لميو وعرفت تكسبها اول جولتين، لدرجه ان العيال كانوا قاعدين يتفرجوا وبيقولوا هو ده حقيقي؟ ميو خسرت بسهوله كده؟ وفي اخر اليوم لقوها جايه وشايله هم البلد كلها على كتافها. حاولوا يشجعوها ويقولوا لها ان لسه فاضل جولتين فممكن ترجع تكسبها، لكن البت كانت شكلها اكتئبت خلاص. وبالليل شفناها واقفه بتتكلم مع يو بتقول له انها متوقعه تخسر بكره، لكن هو فضل يحاول معاها علشان تخرج الفكره دي من دماغها وما تخليش البت البومه دي تكسبها. وفي اليوم اللي بعده راح يتكلم مع البت دي وقال لها ما تخافيش لسه ميو ما خرجتش كل اللي عندها وهتشوفي هتحط عليك ازاي. لا ذكي يالا بيلعب معاها على حته النفسيه علشان تخاف. طلع بيفهم اهو. بس لما رجع لقى ميو بتقول لهم انها مش عايزه تروح تكمل البطوله اصلا وهتنسحب وشكلها زي اللي خارجه من بق كلب حرفيا. واخر ما زهقت منهم طلعت من البيت وسابتهم. المهم ميو طلع وراها وقال لها تبطل هبل بقى وما تضيعش الفرصه من ايدها. يا جدعان هبله والله، عامله زي كده لما كنت افضل اذاكر طول السنه واجي على الامتحانات مش عايز اروح. يا اختي البطوله هتخلص قومي. وفعلا شغلت نافوره العياط شويه وغرقت الدنيا. بعدها يو اخدها بسرعه علشان تجهز وقالوا لها يلا عايزينك تدخلي تكسري دماغ البت البومه دي. وفعلا فضلوا يلعبوا وبصراحه مش عارف اقول لكم الماتش كان حماس ولا لا، وده لاني مش فاهم اللعبه اصلا. المهم انهم فضلوا متعادلين لاخر الوقت، بس ميو عرفت تقلب الترابيزه وكسبتها 3-2 بعد طلوع الروح. وطبعا الدنيا اتقلبت على بطلتنا اللي كانوا عارفين انها عمرها ما هتخسر. وبرضه من الناحيه التانيه البت البومه دي ما كانتش زعلانه قوي لان برضه ميو صاحبتها من زمان وتعتبر قدوتها في اللعبه، فالدنيا حلوه برضه. العبيط بتاعنا بقى كان واقف بيشجعها طول الوقت وكان عمال يسح دموع لما كسبت. وعلشان هي عارفه انه ساعدها كتير وهو السبب انها رجعت تاني تلعب الماتش راحت هوب مدياله واحده تنفس صناعي بس على دماغه. عزيز المشاهد ما تخليش دماغك تروح لبعيد. المصيبه بس انها كانت قدام الحربايتين التانيين اللي حرفيا اتجمدوا مكانهم. وطبعا ميو مش هتعدي الموقف وفضلت تعصبهم وتبوس فيهم. وبكده نقدر نقول ان اصحابنا نجحوا اخيرا في اهدافهم ويول اهبل معاهم. ودلوقتي بقى محدش يقدر يقول عليه فاشل زي الاول. وحلمه انه يعمل عيله سعيده خفيفه لطيفه نجح اهو. هما مش عيله لطيفه قوي بصراحه بس خلاص بقى صديقي مشي الدنيا. وبيخلص الانمي مع انه كنت مستني اشوف الواد ده هيحب مين فيهم، بس بصراحه هو عامل
الصح، لانه لو كان حب واحده التانيين كانوا هيعملوا بطاطس مهروسه. فيلا ما تنساش تقول لي رايك في الفيديو تحت في التعليقات علشان اعرف انك وصلت لحد هنا. وعلى فكره انت كده تبقى صديقي اللي دايما بيدعمني. وطبعا لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه والحاجات دي. اشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي هيكون حاجه جامده على ضمانتي. ويلا سلام يا صديقي.